السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير. وفي هذه الحلقة سوف نتناول موضوعا مهما جدا يهمنا جميعا، وهي نواة المجتمع. فإن صلحت هذه النواة صلح المجتمع، وإن صعدت هذه النواة صعد المجتمع. وهذه النواة ألا وهي الأسرة، فهي اللبن الأساسي للمجتمعات، وبها تتشكل هذه المجتمعات وتبنى الأمم وتنهض. لذلك سوف نتكلم اليوم عن مقومات الأسرة السعيدة مع الدكتورة والأستاذة حليمة رمضان، أخصائية في العلاقات الأسرية والزوجية. مرحبا بك أستاذة حليمة، ومرحبا بكم مجددا، ولكن سوف نلتقي معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم مجددا، مرحبا بكم أينما كنتم، ومرحبا بالأستاذة حليمة رمضان، أخصائية في العلاقات الأسرية والزوجية. مرحبا أستاذة حليمة، وشكرا لتلبيتك دعوتنا لهذا اليوم. حياك الله أخت نورة، وجزاك الله خير وبارك فيكم، وسعيدة جدا للقائي مرة أخرى معكم. إن شاء الله. سوف نتحدث اليوم يا أستاذة حليمة عن مقومات الأسرة السعيدة. فبدءا ببدء، ما هي مفهومها؟ ما هو مقومات أو هذه الأسرة السعيدة؟ لماذا نقول أنه عليها أن تكون سعيدة وناجحة هذه الأسرة؟ ما هو المفهوم بداية؟ أولا أحب أن أبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إن كنا لا نقصد وجهك فإنا نستغفرك ونقصد وجهك. اللهم إن كنت لا أقصد وجهك فإني أستغفرك وأقصد وجهك. بداية أختي نورة، أشكرك وأشكر المشاهدين وأشكر القناة لاستضافتي مرة أخرى. وهذا طبعا كما ذكرت هو موضوع حيوي وموضوع حساس، وهو النواة التي تقوم بها الأمم وتقوم بها المجتمعات، ألا وهي الأسرة. الآن سألتيني عن مفهوم السعادة أو الأسرة السعيدة. في الواقع مفهوم السعادة أو كلمة السعادة بحد ذاتها هي كلمة واسعة الأبعاد، كبيرة الأبعاد. عن ماذا نتحدث؟ عن أي سعادة نتحدث؟ فيختلف الناس في مفهومهم أيضا للسعادة. يعني هناك من يرى السعادة في الأسرة، في وجود عائلة. هناك من يرى السعادة في المال، من يرى السعادة في الشهرة، هناك من يرى السعادة في كثرة الأصدقاء. طبعا مفهوم السعادة يختلف، لكن بما أننا نتحدث عن مفهوم الأسرة، فكينونة الأسرة أو ماهية الأسرة أو ما هي الأسرة أيضا ستختلف حسب التوجهات أو حسب العلوم. ولكن المفهوم العام أو المفهوم العالم، إذا أردنا أن نتحدث عن بعالمي، الأسرة هي وحدة أو نظام عالمي يتكون طبعا من زوج وزوجة أو رجل وامرأة، زوج وزوجة وأبناء، وطبعا وأسرة ممتدة، ليست أسرة فقط زوج وزوجة وأبناء. هناك زوج وزوجة وأبناء وجد وجدة وأعمام وعمات وأخوال وخالات. هذا المفهوم العام. ولكن إذا تحدثنا على الأقل في مفهومي أنا أو بمجالي أنا في علم الاجتماع العائلي أو الأسري، نقول أن الأسرة هي نظام. الأسرة ليست أفراد فقط، الأسرة هي نظام، وهذا النظام يرتبط فيه جميع المفاهيم التي تحدثنا عنها. أضف إلى ذلك العلاقة بين الأفراد الأسرة، ليس فقط العلاقة بين الزوج والزوجة أو بين الأم والطفل أو الأب والطفل، وإنما وهذه الأسرة، العلاقات. نعم، وهذه نعم. الأسرة اللي تتكون من هذه الأفراد، كيف نستطيع أن نقول عنها أو نحدد صفات أن هذه الأسرة سعيدة؟ ما هي الصفات التي نستطيع أن نراها أن تكون هذه الأسرة سعيدة فيها؟ طيب، إذا سلمنا بأن مفهوم السعادة يختلف، فكما ذكرنا أن السعادة قد تكون يعني الريسورس، الهدف، عفوا، مصدر السعادة. إذا قلنا أن قلنا أنها تختلف، سواء كانت من حسب السعادة بالمال أو بالتدين أو بالأسرة أو بوجود عائلة أو شهرة. فالآن لو تحدثنا مرة أخرى عن ماذا أو كيف نصف أن هذه الأسرة سعيدة أو غير سعيدة،
أنا من وجهة نظري أقول نستخدم مفهوم آخر، لا نستخدم مفهوم السعادة فقط. نعم، هو الهدف الأسمى هو أن نصل إلى السعادة، ولكن كيف نصل إليها؟ الآن في المفاهيم كما ذكرت في مجالي أنا، نقول أن الأسرة الفعالة وأسرة غير فعالة، أسرة سوية وأسرة غير سوية، أسرة أفرادها متناغمين ومتواصلين بصور إيجابية، وأسر غير يعني أساليب التواصل لديهم أساليب سلبية. إذا اللي يوحي لنا بأن هذه أسرة قد تكون سعيدة وغير سعيدة هو مدى التناغم ومدى التفاعل أو فعالية هذه الأسرة. كيف تكون هذه الأسرة فعالة أو غير فعالة، يعني functioning family أو dysfunctioning family إحنا نسميها، اللي هي تكون أسر يعني فيها نوع من التفاعل بين أفرادها، ونتحدث إن شاء الله في المحاور القادمة بصورة أدق بإذن الله. إذا من بين المواصفات أنها يكون نعم. في تناغم ما بين الأسرة وتناغم ما بين العائلة، هذه من أبرز مواصفات الأسرة السعيدة في نظرك، أليس كذلك أستاذة حليمة؟ إذا ألزمنا وأسلمنا أن هذه أسرة سعيدة وناجحة، كيف نعرف أن هناك معوقات طبيعة الحال تحصل داخل الأسرة تجعلها غير سعيدة وغير ناجحة؟ ما هي أبرز أو بعض من هذه المعوقات؟ أوكي، الآن إذا تحدثنا عن الصورة العالمية للأسرة، فهناك يعني أساليب التواصل والتناغم والتفاعل، ولكن يعود هناك أو هناك بعض الأمور الأخرى التي قد تؤثر على هذه الأسر من نواحي مختلفة، مثل التنشئة، أسلوب التعامل، أسلوب تربية أو تنشئة الإنسان داخل أسرته الأم، داخل الأسرة الأم وليست الأسرة الآن. تمام. بالإضافة إذا ذكرنا الثقافة أو وعندما نتحدث عن الثقافة أقصد المفهوم أو الإطار الثقافي للأسرة، من أي بيئة نبعت هذه الأسرة أو هذا الزوج والزوجة، فكل هذه الأمور تؤثر أو تعيق، قد تعيق التعامل الفعال بين الأسرة. هناك مفهوم في من مفاهيم العلاج الأسري أو مفاهيم النظام الأسري، وهو ما نسميه بالمرتبة الأسرية. يعني المرتبة الأسرية للزوج أو الزوجة أيضا قد تؤثر على تعاملهم كزوج وزوجة أو كأب وأم. بمعنى إذا كان مثلا ترتيب الشخص في أسرته، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى، الأخ الأوسط، الأخت الوسطى، الابن الأصغر أو الابن الصغرى، الابن الوحيد أو البنت الوحيدة، كل هذه الأمور قد تكون من المعوقات في حالة عدم فهمنا لإطار العام للنظام الأسري. أيضا هناك من المعوقات اللي هي ما نسميه بالتواصل السلبي، لأنه نحن نعرف أنه التواصل أو من أهم المهارات تحتاجها الأسرة. الأسرة تحتاج تواصل إيجابي وواضح حتى نستطيع أن نرسل الرسالة للشخص الآخر أو من هو أمامنا. فإذا كانت الرسالة أو التواصل غير سليم أو غير واضح، قد تصل الرسالة خاطئة، وبالتالي تحصل هناك إشكاليات وعدم فهم أو صراعات داخل الأسرة. فالمعوقات كثيرة. لو تحدثنا أيضا هذه الآن تأثيرات أو الداخلية، ولكن أيضا هناك تأثيرات طبعا خارجية معوقات كثيرة قد خارجية، أيضا صحيح. تؤثر على الأسرة. نعم. آدم وحواء خلقهم الله تعالى وأمرهما بأن يبنيا وينشئا أول أسرة في الجنس البشري، منهما أنشئت هذه الأسر، وبمر العصور وبمر السنين والقرون ظهرت أسر كثيرة، وتغير مفهوم الأسرة داخل هذه الأسر، تغيرت قيمة الأسرة عندهم. هناك من تشبث أكثر بالدين، هناك من تشبث أكثر بخالقه الذي أمر آدم وحواء بتشكيل أسرة وهو من خلقهما. تغيرت هذه المفاهيم بمر الزمن. هل التشبث بالله سبحانه وتعالى والتشبث بالدين داخل الأسرة هو من أحد محددات سعادة هذه الأسرة؟ وما هو دوره ذلك بالضبط؟
طبعا مما لا شك فيه الدين أو الإيمان أو العقيدة من أهم أساسيات بناء الأسرة. نعم، يعني العلاقة الأسرية أو علاقة الزوج والزوجة هذه من أهم ومن أرقى العلاقات الإنسانية. هذا أمر عقد في السماء، عقد بأمر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأساس في هذه العلاقة هي أمر من الله تعالى. وطبعا آية سورة الروم المشهورة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الكل ينادي بهذه المودة والرحمة، الكل يتحدث عن هذه المودة والرحمة، ولكن أنا أرى أن هذه الآية سبحان الله وضعت ما أسميه أنا ثلاثية العلاقة الزوجية، وهي السكن والمودة والرحمة. والسكن والمودة والرحمة إن لم يكن هناك إيمان وعقيدة سليمة هذا السكن قد يتأثر. صح؟ إذن من أساسيات الأعمدة أو العماد الأساسي في بناء هذه الأسرة هو الدين، وبعد ذلك تنطلق كل المفاهيم الأخرى التي إن شاء الله إذا أسعفنا الزمن نتحدث عنها. كيف يمكن أن نستخدم داخل هذه الأسرة الدين، وكيف نعزز هذه الدين لكي يصبح قيمة في داخل كل أسرنا المسلمة؟ كيف يمكن أن نجعل هذا عنصر أساسي داخلنا ونتعايش معه كعنصر أساسي في داخل الأسر لتصبح أسرة سعيدة ناجحة مسلمة؟ صحيح. في الواقع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر وقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، فالأخلاق هي رقم واحد. يعني الأساس، أنت إذا تريد أن تبني أسرة سليمة، أسرة فاعلة أو أسرة فعالة، رقم واحد أن نبني الأخلاق، أن نبني الخلق في أبنائنا، أو أن نبني الخلق أو أن نطبق هذه الأخلاقيات أو أخلاقيات الإسلام أو أخلاقيات الدين بيننا كزوج وزوجة وكأبناء. لأنه إذا كان هناك الخلق، إذا زرعنا الخلق فإذا زرعت الخلق فأنت تبني الأسرة، وإذا بنيت الأسرة أنت ستبني المجتمع. فالخلق أو الأخلاق هي رقم واحد، والأخلاق لا يأتي إلا بخوف الله، إلا بالخوف من الله تعالى. فنحن إذا زرعنا الخوف وخشية من الله تعالى في أنفسنا أولا وبين أبنائنا، بحيث أنه إذا أخطأ الطفل لا يخاف ولا يخشى أمه وأبيه، وإنما يخاف الله. فبهذه النقطة سواء هو بين أبيه وأمه أو في خارج نطاق الأسرة، أنا أطبق الشيء الصحيح، لأن هناك خلق زرع في قلب وفي عقل هذا الطفل وفي عقل هذول الأبناء. ولكن ليس عندما نتحدث عن الدين نحن لا نتحدث عن التدين، وإنما نتحدث عن العقيدة وعن الفهم الصحيح للإسلام، حيث أننا أحمله كخلق وأطبقه. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من الأمور الأخرى التي أيضا لابد أني أزرعها داخل الأسرة أو داخل الأبناء. المحبة، التناغم، الود، الاحترام. لأنه إذا عدنا للآية مودة ورحمة، السكن والمودة والرحمة، لماذا الله تعالى لم يقل وجعلنا بينكم حبا ولم يقل وجعلنا بينكم رومانسية؟ لا، إنما قال مودة ورحمة. لماذا؟ لأن الحب هو إحساس قوي وسريع. يعني الآن مثلا أنا أو أي أخت إذا ذهبنا إلى التسوق ورأينا هذا الثوب مثلا جميل جدا أعجبني، نقول أحببته، صح؟ وأخذ هذا الثوب وأرتديه ولكن ما الذي سيحدث؟ بعد مرور فترة من الزمن سيخف هذا الحب لهذا الثوب، بأبسط الأمثلة. فالحب وقيس عليها يعني أغلب تعاملاتنا وأغلب تصرفاتنا وأغلب مشترياتنا. كما يقولون الحب من النظرة الأولى. الحب من النظرة الأولى هذا إذا بنينا عليه هذه العلاقة قد تهتز هذه العلاقة، لأنه هذا الحب قد يهدأ، وهذا لأنه كما ذكرنا هي علاقة الحب هي عاطفة قوية وسريعة، وقد يعني من السهل أنها تنخفض، بعكس المودة والرحمة التي زرعها التي ذكرها الله تعالى. فالمودة ولو رأيناها في معاجم وقواميس اللغة العربية سنجد مفاهيم كثيرة، من ضمن هذه المفاهيم الحب
الحب يدخل في المودة والرحمة، لأنه هذا هو الذي يبقي العلاقة، وهذا الذي يبقي الأسرة قوية ثابتة، لا تتزعزع بمجرد أي معوقات تحدث يعني للأسرة. لذلك من أهم الأساسيات التي لبناء الأسرة بالإضافة إلى الدين وإلى الفهم الصحيح للإسلام هو المحبة والمودة والرحمة. وإن موجودة شاء الله داخل إذا الأسرة. أسعفنا أيضا صحيح. نتحدث عنه بصورة أعمق. هناك عنصر أساسي علينا أن نذكره أيضا داخل ما يحدث داخل الأسر. هناك الكثير من الأسر قلت نعم. أنه عليهم أن يكون هناك مودة ورحمة بينهم، لكن لكي يكون هناك مودة نعم. ورحمة بينهم عليه هناك أيضا فجوة، أو يمكن نقول المستوى الثقافي. هل هو يعتبر إذا كانوا غير متقاربين يعتبر فجوة، أم ضرورة أن يكونوا متقاربين؟ يعني اشرح لنا أكثر، هل المستوى الثقافي بين الأبوين يحدد هذه السعادة؟ طيب نحن الآن إذا ذكرنا نتساءل ما هو المستوى الثقافي، أو ما هو الثقافة التي نتحدث عنها؟ هل هي المستوى التعليمي؟ هل هي مستوى التدين؟ هل هو مستوى الفهم والوعي؟ ف يعني نفس كلمة الثقافة هي كلمة واسعة، ولكن أنا من وجهة نظري أنها تشتمل كل هذا: الوعي والفهم، ليس فقط الشهادات والكفاءات يعني الشهادات التعليمية، ولكن هذه أيضا لها دور. إذا لم يكن هناك التكافؤ الفكري أو بين الزوج والزوجة، فقد تؤثر هذه على العلاقة، قد تؤثر على أساليب التواصل، قد تؤثر على أسلوب تربيتنا وتعاملنا مع أبنائنا. لذلك فمن الضروري، وأنا أذكرها دائما، أنه إذا تقدم لابنتك الرجل، فلا بد أن ندقق في مسألة الخلفية الفكرية، الخلفية الثقافية، الخلفية الدينية. كل هذه مع بعض تؤثر على هذه العلاقة، ليس فقط من أي بيئة أو من أي مجتمع جاءنا هذا الخاطب أو جاءت هذه الزوجة، ولكن لابد أن تكون لدينا نظرة أوعى ونظرة أدق لمفهوم الثقافة أو التفارق. ولكن أنا معك أختي أنه لابد أن يكون هناك تكافؤ، سواء تكافؤ فكري، تكافؤ ديني، تكافؤ حتى في المسائل العمرية. يعني لا أريد أن أدخل أو أخرج عن الموضوع الأساسي، ولكن أيضا التكافؤ العمري له دور. يعني إذا كان هناك الفارق الكبير بينهم في زماننا هذا، قد يكون أحيانا صحيح. مما يؤثر سلبيا على العلاقة الزوجية. شكرا لك أستاذة حليمة على كل هذه المعطيات والمعلومات التي قدمتها لنا. ما زال في جعبتنا الكثير أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا، لكن نلتقي معكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم قوارير. وفي هذه الحلقة كنا نتحدث عن مقومات الأسرة السعيدة مع الأستاذة حليمة رمضان، إخصائية في العلاقات الأسرية والزوجية. مرحبا بك مجددا أستاذة حليمة، ومرحبا بكم مجددا. أستاذة حليمة، كنا نتحدث عن المقومات، أو آخر سؤال قبل الفاصل كنا نتكلم عن أنه العنصر المهم الذي لازم أن يكون هناك تقارب ما بين التقارب الفكري والثقافي ما بين الزوجين. نذهب إلى نقطة أخرى، ألا وهو العنصر المادي داخل الأسرة. هل أيضا هناك كثير من المشاكل، نسمع الكثير من القصص، حتى الانفصال داخل الأسر بسبب العنصر المادي؟ إلى أي درجة يحدد هذا العنصر داخل الأسرة؟ هل يحدد سعادتها، وكيف يتم تحديد هذا؟ والله هذا من عنصر يعني من أساسيات العلاقات الزوجية، لأنه شيء واقع ونراه دائما في حياتنا. ومعظم يعني أو كثير من الأسر قد قد تنهدم هذه الأسر، وقد تتصدع بسبب ليس بالسبب العامل المادي، ولكن سوء استخدام هذا المفهوم، أو عدم فهمنا
التكافؤ أو التعامل بمسألة المالية. وهذه أنا سبحان الله كنت دائما أذكرها في مسألة أنه لابد من الأزواج حديثي الزواج أو الأشخاص حديثي الزواج أو الذين سوف يعني يرتبطون، أن لابد أن يفقهوا أو ويعلموا نفسهم في المسائل المادية، لأنه كما ذكرنا بعد أن تخمد يعني المشاعر الحب والعاطفة والرومانسية، ونصطدم بالحياة الواقعية، ونصطدم بكل هذه المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الشاب والشابة، يحدث نوع من اهتزاز أو يحدث نوع من الصدمة لديهم، لأنهم لم يهيئوا من هذه الناحية. لأنه الزواج ليست فقط طبعا اللي هي العاطفة والمشاعر والحب والشغف والغرام وكل هذه الأمور، لا، بأضف إلى هذه كل هذه هناك المسائل العملية اليومية التي ستواجهنا، مصاريف، يعني هناك أمور كثيرة لابد أن يهيئوا لها، ولابد أن يشاركوها أو يتشاركوها. حتى ما أنا أذكر حديث عبد الله بن جابر لما عندما رآه عمر بن الخطاب، رآه يأكل لحما فسأله عمر فرد لعمر وقال اشتهيته فاشتريت. فماذا رد عليه عمر؟ أكل ما اشتهيت اشتريت، بمعنى الكلام أكل ما اشتهيت اشتريت. فهذه والله قاعدة أنا أراها قاعدة، إذا أنا أحاول دائما أن كل ما رأيت كل ما أعجبني اقتنيته، فتصبح هناك إشكاليات. لذلك فمن أهم الأمور التي لابد أن يتدرب ويتعلم ويتثقف فيها المقبلين على الزواج مسألة كيفية التعامل مع الأمور المادية. وعندما نتحدث عن أمور مادية طبعا هي كبيرة جدا، ليست فقط يعني تكاليف مثلا الزواج، ولكن هناك تكاليف أكبر من ذلك، وهي الأمور المستمرة الحياتية اليومية التي لابد أن نحتاج فعلا إلى فهم وإلى وعي وإلى ذكاء في التعامل مع الأمور المادية. ونعم أختي، هذه الناحية المادية قد تؤثر، وقد تؤثر بصورة مباشرة أحيانا على العلاقة الزوجية. أستاذة حليمة، نعم. هناك موضوع أيضا بعد موضوع المادي، وهو التي أسهبتي ما شاء الله في حديثه، لكن نريد أن نجد أو حلول عملية على أرض الواقع تطبق في نقطة التواصل والترابط داخل الأسرة. كيف نجعل أسرتنا فيه تواصل، فيه تناغم، فيه حوار داخل هذه الأسرة؟ فكيف نحاول أن نطبقها على أرض الواقع؟ هذه في الواقع تبدأ من الشخص. أنا لا أقول أولا نبدأ بتواصل الزوج والزوجة، لا، هناك تواصل ذاتي يبدأ به الفرد أولا مع نفسي. يعني أنا قبل أن أنام أو عندما أبدأ يومي أتواصل وأتحاور مع ذاتي، ماذا سأنتج اليوم؟ ماذا يعني ما هو برنامجي لهذا اليوم؟ كيف سأساعد نفسي؟ كيف سأساعد أسرتي؟ كيف سأساعد المجتمع؟ بأبسط شيء. التحاور مع الذات يخلق لنا فكر، يخلق لنا وعي، يخلق لنا أيضا تصور لحياتي. هذا رقم واحد. ثم بعد ذلك كيف أتحاور مع زوجي، أو كيف يتحاور الزوج مع زوجته. وهناك طبعا أمور كثيرة تحدد هذه الأمور، هذا التواصل لابد أن يكون واضح، لابد أن يكون مفهوم، لا يكون في العلاقة الزوجية غموض. إذا كان في العلاقة الزوجية عدم وضوح في العلاقة، أو يعني طبعا هذه هناك أمور كثيرة تؤثر كالشخصية أو العوامل الشخصية وعوامل السلوكيات وعوامل التفكير وعوامل التنشئة، ولكن لابد من هناك قاعدة أساسية بين الزوج والزوجة في مسألة التواصل. أستاذة حليمة، فقط باختصار، نريد أن يدهمنا الوقت، فقط باختصار، الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا، في المجتمعات الغربية، باختصار شديد قبل أن ننهي نصل إلى ختام حلقتنا الآن. شكرا لك. نعم. الأسرة الإريترية كأي أسرة في الغرب، وكما ذكرت في لقائنا السابق، نحن ما يواجه الأسرة أو من معوقات، من مشاكل، من ضغوطات، هي قد تواجه الأسر في أي مكان في العالم. الفارق أننا كأسر
حديثة الحياة أو حديثة العيش في بلاد الغرب. ربما هذه هي الإشكاليات اللي هي فهمنا وكيف نتعامل مع أبنائنا في بلاد الغرب، لأن هناك كثير من القوانين وكثير من الأمور التي أحيانا لا نفهمها، بعض الأسر لا تفهمها، بعض الزوجات أو الأمهات أو الآباء قد تؤثر على علاقتهم. فلا بد أن أفهم قوانين الدولة التي أنا فيها، ثقافة الدولة التي أنا فيها، بالإضافة إلى ذلك أكون أوعى في علاقتي مع أبنائي. وهذا لا يعني أني سأبعدهم عن ثقافتهم، لا، أنا أعيد أربطهم مع دينهم ومع ثقافتهم، ولكن مع وعي وفهمي للمجتمع العام والمجتمع الكبير. شكرا لك يا أستاذة حليمة رمضان، أخصائية في العلاقات الأسرية والزوجية، كنت معنا حاليا من أستراليا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم لمتابعتكم حلقة اليوم من برنامج قوارير. يسعدنا تماما التواصل معكم من أجل أن تخبرونا أكثر بماذا تودون أن تستمعوا إلى حلقاتنا القادمة. شاركوا معنا وساهموا معنا في صناعتها. يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي بشبكة السلام الإعلامية. نلتقي وإياكم في العدد القادم. السلام عليكم.